فرصه للاهلي المصري. واوريكم هنا، اوريكم يا جمهور الاهلي، والله ما تعشموا، ما تعشموا والله العظيم. اقل شيء باذن الله في القاهره حافشخك في القاهره. اذا ما غلبتك، اذا ما غلبتك يا بتوع الاهلي، اذا ما غلبتك في القاهره وما دقيتك في القاهره جوا، اقل شيء يطلع منك تعادل. وبعد ده الاهلي المصري حطير من المنافسه دي. وعد مني انا فضل ود موسى ده، شفتها تمشي هناك المباراه النهائيه حتتغلبوا، حتتفشخوا يا اهلاويه. ما تفرحوا، ما تفرحوا، ما تفرحوا، والله ما تفرحوا. يعني انت هسه شايف بمستواك يا ابو خمسه، يا هو مازيمبي ده صن داونز، يا اقصد صن داونز. صن داونز غلبك 5-0، وحسي حاليا غلبك 5-2. السلام عليكم، رب تكون ايامكم كلها بخير. في واحد في المقدر سوداني اسمه موسى، من ساعة الهلال السوداني ما كسب الاهلي الماتش اللي فات في بطولة افريقيا، وهو مش سايب النادي الاهلي بقى. بيحسسني النادي الاهلي ده، مش عارف ان النادي الاهلي ده نادي القرن. يا ابني النادي الاهلي ده تاريخ، انت ما تعرفهوش. انت ولا عارف اسم الانديه اللي معاك في المجموعه، وشغلت تهته، ولا عارف الاهلي من المنتخب، ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه. انت شغال تهرتل وخلاص. اللي انا عايز ادولك معلومه، لما تيجي تتكلم على الاهلي ده تقف تعمله تعظيم سلام. الاهلي ده تاريخ لو انت مش عارفه. يا موسى انت ولا عيسى ولا اسمك ايه؟ انت ايش عرفك انت وتقول هنيجي نكسب الاهلي في ارضه؟ يا ابني انت لما كنت بتجيب جون في الاهلي كنت بتعملوا فرح وممكن ما تناموش. اللي بتقول الاهلي اتغلب من سان داونز، يا ابني انتوا اتغلبتوا من الاهلي كتير، بيت 3-0 و4-0، وكنتوا رايح جاي. ليه كان بتتكلم؟ بدون الاتحاد الافريقي الاهلي المصري، يلا ابقوا رجال، ابقى راجل يا الاتحاد الافريقي. تمام، المباراه الجاي بين الهلال وبين مصر، بين الاهلي المصري، تتلعب بدون جمهور. وحنا اوعدكم يا اهلاويه حتتفشخوا في ارضكم، زي ما الهلال قلب الاهلي المصري 1-0 في مصر جوا وقدام جماهيره قبل كده. احنا قادرين نكررها. انا اصلا محتاج لتعادل، بتعادل في مصر بتاهل وحطير، وبيننا وبينكم الزمن، والله يجيب اليوم للمباراه دي. المهم مباراه انتهت بعيوبها، بكل شيء انتهى. دي حننساه، حنركزوا في مباراه مصر ان شاء الله، وحنغلب مصر، حنغلب الاهلي المصري في بلده. والله ما زعلان، اقسم بالله والله زعلان. يعني انتوا كان عندكم فرصه ان الاهلي يخرج من غير الضجه دي. سان داونز سايب لكم الماتش يا جدع. سان داونز كان هنا عليه يجيب جوان في نفسه يعني. يا ابني سان داونز كان جاب فيكوا 4-5 والله. يعني مش معقوله ان تشوف من عند ربنا تحسب ضربه جزاء ملهاش 30,000 لازمه، وعندكم لاعب المفروض يطرد ما اتطردش، وضربه الجزاء الجون اترمى. سبحان الله. انت بتقول لي احنا بنشجع سان داونز وكنا يا عم كنا بنشجعهم، مالكش دعوه، عشان انتوا الجنه. ونعرفك يعني مين الاهلي المصري. انت اما لعبت اهلي المصري كان لسه راجع من بطوله كاس عالم الانديه، ما كانش فايق لك. انت اخرك في الجحر. انت مين يا ابني؟ احنا ما شفناكوش يا هلال، انتوا فين؟ بقول لك عمركم ما كنتوا بتجيبوا جون فينا، وكنتوا تجيبوا فينا كنتوا بتبصوا ايديكوا وش وده. يا ابني كنا بنكسبكوا بره وجوه، افهم ده احنا خليناكوا لكم لازمه. هو السودان فيها فرقه عدله؟ هتخليها بقى نغلط ليه في البلد؟ لا انتوا الموضوع مزودينه شويه اوفر بصراحه. انا بقول لك نغلب 10 ولا 20 وال30. كرة سلة هي. انتوا انا اسمع انتوا ما عندكم مخ ولا شنو؟ فتحوا اذا انتوا بتلعبوا مع الهلال سيد البلد، هلال ملايين. العموم حتيجي المباراة وحنشوف، وحتكون لكم فضيحة كارثية، وحتطلعوا على يد الهلال السوداني. خدها مني انا ده، حتطلعوا على يد الهلال السوداني، والهلال السوداني حيتأهل على حسابكم. ونحن ما جبانين زيكم كل شوية نبكى. نحن ما عيوطة. فريق الهلال السوداني فريق بيلعب بشرف وبمنافسة، ما زي العيوطة بتاعت الاتحاد الافريقي الاهلي المصري. امنعوا عليه الجمهور. لا يا اخي انتوا مباراة. ولما تيجي تتكلم يا حبيبي على الاهلي المصري تقوم تقف كده تقول النادي الاهلي المصري ده مفيش نادي زيه في الدنيا. ليك الشرف لما تلعب معاه. النادي الاهلي ده تاريخ، ممكن ما تكون انت مش مستوعبه. اسأل ابوك يا حبيبي واجدادك عن النادي الاهلي، ماشي؟ ولو انت ما بتفهمش في الاصول ممكن اللي اكبر منك يفهمك.
عشان انت بتطلع تهرتل ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. ما تجيبش سيره الاهلي على لسانك، ولما تيجي تتكلم حتى في تفاصيل او في كواليس قول اسامي الانديه صح. بلاش تقول مش عارف مازيمبي ومش عارف ايه ومش عارف تقول حاجه. ركز ركز وانت طالع تتكلم، وانت كل ده بتعمله عشان الشو ترند، واحنا مش هنديهولك، احنا سايبينها تاكلك. احنا مش هننزل عليتنا بعقليتك. انت هوبا يا ابني، احنا بنشوفك بنفضل نضحك ان احنا مستنيين الهلال يجي بقى. تعالى وهتشوف الاهلي المصري هيعمل فيك ايه. بص انا هخلي تيم ابني الصغير اللي ربنا يخليهولي ويحميه يا رب، اللي عنده سنتين، يرد عليك. يلا تاني. اهلي التالتة شمال بتهد جبال. اهلي انت مين يا سعلوك؟ اتكلم على الاهلي باحترام يالا.